ربنا مش محتاج مننا حاجة، ربنا عايزنا نصلي ونقرأ قرآن ونطلع صدقة ونعبده حق عبادته، واحنا لو وقفنا ليل ونهار نصلي ونطلع صدقات مش هندي 0% من حق ربنا علينا. ناس كتير بقابلها واعرفها عندها 40 و50 سنة ما بتصليش. ده ما ينفعش، قلة الصلاة والبعد عن ربنا وحش. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك خد بالك مش في الفلوس بس، الضنك هيجي لك في عيل هيطلع مش مظبوط، في بنت هتطلع مش مظبوط، في صحة مش كويسة، في رزق مش متوفق، في شغل مش مظبوط معاك. فربوا عيالكم وعودوا عيالكم وتعودوا انتوا كمان على الصلاة. ما هو مش هينفع ان انت او مراتك تكونوا ما بتصلوش وعيالك هيطلعوا يصلوا. لا، ليه؟ لان العيال بتتربى بعينيها مش بودانها. هيشوفك بتصلي هيصلي، هتشوفك بيطلع صدقه هيطلع صدقه. عرفوا العيال ان دي اسلوب حياه، ان الخير وان الصدقات والصلاه والقرب من ربنا هي دي الحياه، وان ده اسلوب حياه مش حاجات تكميليه. فربوا عيالكم على الكلام ده، اكسبوا فيهم حسنات، لانكم هتتسألوا عن العيال دي قدام ربنا. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فخدوا بالكم من عيالكم وربوهم كويس وقربوا من ربنا، وخدوا بالكم من نفسكم ومن عيالكم. البعد عن ربنا اوحش حاجه في الدنيا. السلام عليكم.